يا مساء الأنوار، أيوه أنا اللي ضربت الرز بلبن في الخلاط. هتقولي لي إزاي؟ هنقول لكم يالّا بينا وإحنا نشوف. بُصّوا الجمال بقى، بس إيه طلع شوية رز بلبن يستاهل بُقِّك، ولا تقولي لي جيلاتي عندي، جيلاتي عزّة عنده طبعًا بيعمل رز بلبن جميل، ولا رز المحلات أحلى وأفخم وأنضف وحاجة كده إيه، فاخر على الآخر يعني. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل شوية رز بلبن بطريقة حلوة مختلفة بإضافة خفيفة خالص، بس عملتها وقُلت أجرّبها وهاقول لكم عليها وفعلًا جرّبتها ودُقتها وطعمه كان زي السُكّر. من كوبايتين رز بس بُص عملنا كام؟ عملنا 9 أطباق بالرز بلبن. الطبق من دوّة عند جيلاتي عزّة يعني على ما أعتقد بيعدّي ال25 جنيه. شُفت إحنا بقى أقل من نُص كيلو رز على نُص كيلو لبن. وعملنا شوية رز بلبن وحياة ربنا تحفة. يلا بينا ونشوف الطريقة. احنا معانا كوبايتين رز غاسلينهم كويس مش هنقول لك نقعناهم، لا انا حطيتهم على طول على النار وسبتهم لما ياخدوا يدوا مع بعض كده في الغليان قبل ما يخش في السوا او قبل الميه ما تتشرب. بتيجي مطفيه عليها بصوا كده حبايبي، وبتيجي واخده تلت الكميه، تيجي واخده تلت الكميه في بوله. طبعا احنا مش هينفع نضربه كده وهو سخن كده في الخلاط، هيبوظ السكينه بتاعت الخلاط بتاعتك. هناخد تلت الكميه كده بتاعتنا. طبعا الكميه دي زي ما انتوا عايزين، يعني عايزين تزودوا عايزين تقللوا، واللبن برضو حسب الرغبه، حسب الموجود عندك. انا كان موجود عندي نص كيلو من اللبن، يبقى انا خدت تلت الكميه اللي انا عملتها. طبعا هو بيزيد الرز بعد ما بتحطيه على النار. هنبرده بايه بقى؟ احنا معانا لبن مغلي وبارد، معانا نص كيلو يعني ازيد من نص كيلو شويه. هنقلبه وهنضيف له ايه بقى من عندنا؟ هنضيف له كوبايه السكر، والسكر برضو حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين. التحليه دي من الاخر. معانا معلقتين كبار او اكتر كريم شانتيه، معانا معلقتين او اكتر لبن بودره. الاضافه بتاعتنا الفانيليا، الفانيليا مش هتنحط دلوقتي. يبقى احنا معانا لو عندك معلقتين نشا حطي، انا ما كانش عندي بس اقسم بالله العلي العظيم الكريم شانتيه طلع في منتهى الجمال، احلى من النشا 100 مره. انا قلت هيطلع وحش بس والله العظيم طلع في منتهى الجمال. هنحط كله بعد ما بردناه كده هنحطه في الخلاط. هنضربه في الخلاط ونرجع لكم حبايبي. هنرجع نولع عليه النار وهنضيف اللي احنا عملناه كله او هنحط اللي احنا ضربناه في الخلاط على على اللي في الحله، وهنولع عليه النار ونبتدي نقلب واحده واحده. لو حسيتي ان الخليط تقل معاكي ولسه الرز عايز شويه بتزوديه شويه ميه، ولو عندك نشا بتزودي معلقتين نشا. انا ما كانش عندي نشا. زي ما قلت لك كده ما توقفيش على حاجه. الاضافات اللي احنا عاملينها يعني احنا في ناس ساعات بتعمل بالرز بلبن من غير كريم شانتيه او اللبن البودر، بتحط عليه النشا بس. بصوا كده بقى، هنحط سنه الفانيليا اللي عندنا. عندك سائل ماشي، عندي بودر مفيش مشاكل. يبقى احنا حطينا السكر وحطينا الاضافات بتاعتنا الكريم شانتيه واللبن البودر. عايزه تضيفي تكتري لبن بودر برضو مفيش مد، حسب الرغبه. ونص كيلو لبن عادي، ورحنا مقلبينه وسايبينه لما هدى شويه، ورحنا مفضيينه في الاطباق بتاعنا. وجبنا الثلاث برايم دولت حطيناهم الاول فيهم، وبعد كده عطيتهم وش من فوق كده. انا عيالي او جوزي عامه بيحبوه. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ والله العظيم تحفه. بصوا الجمال، بصوا زبده، بتاكلي زبده. يلا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد، وادعوا لنا دعوه حلوه كده. تسلم ايدك يا فاتن، ربنا يكبر بخاطرك يا دونه، ربنا يوسع رزقك يا رب ويكرمك وقناتك تكبر. عايزين نكبر كلنا مع بعضينا كده.